لي حاجه كده في كوبايه، قال لي بصي اشربي ده. قلت له ايه ده؟ قال لي بس اشربي. بدات اشرب منه، حسيت انه طعمه وحش مش قادره ابلعه. قال لي لا، لازم تسمعي الكلام، اشربي اللي انا بقول لك عليه، فعشان يعني العمل اللي عليكي والناس اللي عليكي يعني نعرف نشتغل. قلت له وانا عندي عمل؟ قال لي معمول لك عمل، مش عايزاه يروح ولا ايه؟ وكمان اللي عملهولك مش عايزك تخلفي. قلت له لا هشربه. وفعلا شرب زي المستورة، مش عارفة ده ايه ولا كده. المهم كنت بشرب، حسيت ان انا ما حسيتش بروحي ابدا، كأني متخدرة. نمت معرفش انا قمت امتى. نمت وقمت وانا كنت نايمة على الكنبة عنده، وحسيت ان جسمي كله مكسر، معرفش ايه اللي حصل، بس ما كنتش قادرة. حسيت طبعا زي اي واحدة متجوزة بتحس بعد ما بتكون مع جوزها بتبقى عاملة ازاي، وانا فعلا حسيت بكده. مش عارفة، حسيت بكده، وفي نفس الوقت كنت قايمة مبسوطة جدا. معرفش، حاسة بانتعاش كده وحاجة كده. حالة المزاجية حسيت ان هي حلوة، بس كان جسمي مكسر، وحسيت فعلا ان هو عمل حاجة بس انا ما كنتش صاحية ولا فايقة. وروح معقولة الشاب اللي كل البنات عينيها عليه يجي يتقدم لنا؟ انا مش وحشة، انا حلوة زي القمر، بس يعني هو كان جامد قوي، طول بعرض، شاب رياضي معاه عربية وعنده شقته وعنده مشروع، كانت البنات كلها عينيها عليه، وانا حلوة بس بصراحة ما كانش شايفني خالص. حاولت بكل الطرق ان انا اشغله، رايحة جاية اعمل حركة كده، اسأله على اي حاجة، على مكان محل، هو دايما بيبقى قاعد قدام المحل بتاعه، لحد ما بدأ ياخد باله مني. ومن هنا بدأت الغيه، يعني ضحك من هنا، لبس حلو، بصة كده من تحت لتحت، لحد ما خلاص وقع فيا وجه فعلا يتقدمني. الكل كأنهم حاسدين عليه. كنت فرحانة وطايرة من الفرح. معقولة اللي كل البنات وأنا أولهم كنت هموت عليه دي يتقدم لنا؟ اتجوزنا، ما قعدناش كتير مخطوبين، بما انه يعني جاز، ما هو غني، احنا ناس على قد حالهم شوية، لكن انا برضو حلوة وجسمي وشكلي ومتعلمة كويس. اي نعم مش تعليم عالي، لكن متعلمة. بعد الثانوية يعني اهلي ما حملونيش اكمل تعليمي واتجوزته. ومن هنا بقى عشت اجمل قصة حب معاه. كان طيب جدا وكان كريم معايا، كنت فرحانة جدا بصراحة. كنت ليل ونهار خايفة العين تزوغ هنا ولا هنا، كنت بخاف عليه جدا، مكنتش عارفة اعمل ايه. طبعا واحد زي ده اي واحدة ست ممكن ترتشه بكل سهولة. قعدنا سنتين وما فيش اي فرفة. هو بصراحة ما كانش بيتكرر، بس المشكلة فيا انا. كنت خايفة لا يروح هنا ولا هنا، او يعني يتجوز عليا، وكمان مش هيبقى ليه حجة ان انا بقى مبخلفش ولا كده، حجته ان هو عايز يشوف له حتة عيل. بصراحة اتجننت، رحت لدكاترة كتير من وراه، وساعات كنت بقول له، لكن هو ما كانش في دماغه الحمل. كنت بقول الله، هو مش عايز يخلف مني ولا ايه؟ اكيد شايف شوفة تانية. المشكلة ما كانش عندي اي مشكلة، دي مشكلتي فعلا، ما فيش مشكلة ان انا اتعالج منها. كنت متضايقة جدا بدرجة اني بدأت اتجه للشيوخ واسمع بقى شيخ هنا اروح له، لحد ما سمعت عن شيخ بيقولوا كل اللي كان بتروح له عشان موضوع الخلفة كان بتخرج من عنده وهي حامل. كان بيقولوا سره باتع زي ما بيقولوا كده. طبعا مرضتش اقول لجوزي، وقلت انا اروح اجرب، وبعد كده يعني لو حصل حمل خلاص هبقى اقول له. فعلا رحت اخدت ميعاد ورحت للراجل ده، ورحت وقطعت يعني الفلوس اللي اللي الراجل بيبقى بره بياخدها. كان عنده زحمة كتير قوي، كنت انا اخر واحدة. اول ما دخلت، هو تحس ان هو شيخ كده مش عجوز ولا حاجة، يعني اواخر ال40 حاجة زي كده. كان يعني جدا زي ما بيقول. بصراحة شكله يعني كان جامد قوي، وكنت خايفة منه. كمان انا كنت لوحدي وكنت اخر واحدة، لدرجة ان الراجل اللي كان قاعد بره بياخد الفلوس قالوا ان هو هيروح لان الوقت اتأخر. بعدين قلت مش مشكلة، هدامي يعني هشوف اللي انا عايزاه، مش مشكلة. اول ما دخلت حسيت ان نظراته ما عجبتنيش، بس قلت مش مشكلة يا بنتي، جمدي قلبك كل يهون عشان خاطر جوزك اللي انت بتحبيه، وتحققي له بقى وتربطيه بحتة عير. ودخلت وقال لي اكيد جاية عشان الخلفة.
قلت له انت عرفتي منين؟ قال لي ما اكترية الستات اللي بتجيلي عشان خلفة، وانت باين عليكي وانا عرفت ان انت جايه عشان خلفة. مش تعرفي ان انا برضو بعرف كل حاجة من غير ما تقولي يعني. قلت له اه. قال لي طيب بصراحة يمكن خفت شوية، لكن قعد يتكلم معايا كتير وقعد يسألني حاجات كتيرة، وقعد يقول لي كمان بصي انا هتجيلي كذا جلسة، الجلسة التانية هتجيلي زي دلوقتي برضو هتبقي اخر واحدة. قلت له ليه هبقى اخر واحدة؟ قال لي بصراحة لان انت هتطولي شوية معايا ولا مش عايزة تخلفي؟ قلت له لا عايزة اخلف. قال لي بس لازم تجيبي لي حاجة من قطرك. قلت له من قطري انا؟ قال لي اه، وكمان عايز حاجة داخلية اي حاجة. استغربت جدا. روحت وانا عماله افكر في الكلام، ايه هو اللي بيطلبه ده؟ في ناس بتطلب فلوس، في ناس بتطلب حاجات، لكن حاجه من هدومي؟ استغربت قلت مش مشكله، برضه مش مشكله. ورحت فعلا زي ما طلب مني وجبت معايا الحاجه اللي هو عايزها من هدومي، واستنيت اخر واحده لحد ما الكل كان مشي ودخلت له. المرة دي البصات بتاعته كانت غريبة جدا، كنت حاسة ان انا قلقانة، كنت خايفة، بس قلت ايه يعني مالي تاني مرة. يعني قعد يتكلم معايا شوية وقعد يقول لي يعني احنا لازم نشتغل عشان الناس اللي عليكي مش عارفة ايه. حسيت ان انا مطمنة لما لقيت كلامه كويس ومريح، بس برضو قلقانة من الكلام اللي هو بيقوله، وخصوصا لما جاب لي حاجة كده في كوباية. قال لي بصي اشربي ده. قلت له ايه ده؟ قال لي بس اشربي. بدأت اشرب منه، حسيت انه طعمه وحش مش قادرة ابلعه. قال لي لا لازم تسمعي الكلام، اشربي اللي انا بقولك عليه، فعشان يعني العمل اللي عليكي والناس اللي عليكي يعني نعرف نشتغل. قلت له وانا عندي عمل؟ قال لي اه معمول لك عمل مش عايزاه يروح ولا ايه؟ وكمان اللي عملهولك مش عايزك تخلفي. قلت له لا اشربه. وفعلا شربت زي المستورة، مش عارفة ده ايه ولا كده، المهم كنت بشرب. حسيت ان انا ما حسيتش بروحي ابدا، كأني متخدرة. نمت معرفش انا قمت امتى. نمت وقمت وانا كنت نايمة على الكنبة عنده، وحسيت ان جسمي كله مكسر، معرفش ايه اللي حصل بس ما كنتش قادرة. حسيت طبعا زي اي واحدة متجوزة بتحس بعد ما بتكون مع جوزها بتبقى عاملة ازاي، انا فعلا حسيت بكده. مش عارفة حسيت بكده، وفي نفس الوقت كنت قايمة مبسوطة جدا، معرفش حاسة بانتهاش كده وحاجة كده. حالة المزاجية حسيت ان هي حلوة، بس كان جسمي مكسر، وحسيت فعلا ان هو عمل حاجة بس انا ما كنتش صاحية ولا فايقة. وروحت وقال لي بصي هنجيلي المرة الجاية بكرة. قلت له بكرة؟ قال لي اه لازم تيجي بكرة ونفس الميعاد. وفعلا رحت له ونفس الكلام، بس المرة دي جاب لي عصير وشربته، كان طعمه عادي جدا. وبتفاجئ ان هو بدأ يتعامل معايا، معرفش كان طعمه عادي بس انا كنت زي المستسلمة، يعني كنت مفتحة عيني بس في نفس الوقت مش عارفة فيا ايه، مش عارفة اتحرك، مش عارفة اقوم. لقيت الراجل اللي هو الشيخ ده او يعني الدجال، لقيته يعني عمل معايا علاقة زي اي زوج وزوجة، وانا مستسلمة. الراجل كان قوي جدا لدرجة انه كان عنيف جدا، وفي نفس الوقت حسيت بمتعة رهيبة كنت أول مرة أحسها مع إني متجوزة. حسيت إن أنا هو جنب جوزي ولا حاجة، كنت مبسوطة لحد ما بدأت أفوق، وهو يعني بدأ يهدف في هدومه، وأنا كمان بدأت ألم نفسي. قلت له إيه اللي أنت بتعمله ده؟ قال لي إيه؟ قلت له كده ينفع اللي أنت عملته ده؟ أنا هوديك 60 داهية. قال لي ليه بقى؟ قلت له لأن أنت شفت أنت عملت معايا إيه. قال لي ما كان بمزاجك وأنت كنت مفتحة. قلت له المرة اللي فاتت. قال لي المرة اللي فاتت تثبتي ان انا عملت حاجة، لكن المرة دي ايوه انا عملت، بس كل ده متصور وانت كمان كنت مبسوطة. قلت له مين قالك؟ قال لي انا راجل وعارف. وبعدين انت مش كده عشان تفلفي، خلاص احنا بنعمل حاجة عشان تفك العمل. قلت له انا هوديك في داهية. قال لي بصي انت اتبسطتي، وكمان هقولك تيجي بعد بكرة وهتيجي بمزاجك لان انا عجبتك ودخلت مزاجك. بصي هستناك. وخلاني قعدت معرفتش اتكلم، وقعدت من الكلام وسكت خالص ومشيت وانا مش عارفه اعمل ايه. كنت مبسوطه في نفس الوقت وعماله افكر في اللي هو عمله، وعماله افكر في المتعه اللي انا اتمتعتها معاه، وفي نفس الوقت ان اللي عمله ده كان حرام جدا، ما كانش ينفع اللي انا اعمله ده. وجه الميعاد اللي هو كان قايل لي عليه، ولقيت نفسي رايحاله، بس المره دي كنت رايحاله كاني عروسه جديده في ليله دخلتها، كنت متزوقه على سنجة 10.
كأني فعلا راحة لفرحي. كنت مبسوطة جدا ومستنية الوقت اللي يعني هيحصل كده معايا ومعاه. ما كنتش حاسة بقى بأي حاجة غير المتعة اللي أنا حسيتها أول مرة. ما حسيتش بقى ونسيت إن أنا متجوزة وإن كل هدفي إن أنا أروح عشان أخلف. وعملت كده معاه وتعدي الأيام وتفاجئ إن أنا حامل. ورحت له قلت له الحقني أنا حامل وأجيب الحمل ده منك أنا عارفة. قال لي بقول لك إيه، أنت مش كنت جاية لي عشان تبقي حامل؟ قلت له اه. قال لي خلاص المرة التانية ما شافش وشك هنا تاني. قلت له انت ايه ده؟ ازاي بتطردني بعد كل اللي حصل ما بيني وما بينك؟ قال لي انت تيجي هنا لمزاجك وانت خلاص بقيتي حامل، خلاص ما عنديش تيجي هنا، ولو جيتي هنا انا هفتحك بالفيديوهات دي واوريها لجوزك والله هعرف اجيب عنوانك وعنوان جوزك كويس جدا. ومشيت وانا مصدومه وكنتش عارفه اعمل ايه. جوزي طبعا عرف ان انا حامل كان طاير من الفرحه، بس انا من جوايا طبعا مش مبسوطه ومش قادرة أعيش مع واحد اداني الأمان وما عيشني فيه وراجل طيب وأخدعه وأديله طفل مش من صلبه، لأن أنا عارفة متأكدة إن ده من الشيخ. دلوقتي أنا مش عارفة إيه ضميري، مش قادرة أعيش وأنا محبية عن جوزي كل ده لو عرف هيطلقني ويفضحني. أنا عارفة إن أنا غلطانة بس في نفس الوقت مش عارفة أعمل إيه.